نادي الزمالك اتعادل مع المصري 0-0 في الكونفدراليه، ونادي الزمالك كده بقى المركز الثاني بعد كايزر تشيفز اللي كسب امبارح بره ارضه. فوز كايزر تشيفز بره ارضه امبارح بيصعب المجموعه قوي، ونادي الزمالك بقى في المركز الثاني بنفس الرصيد. ان نادي الزمالك في الظروف اللي هو فيها يعني وفي عز احتياجاته مش عارف يدعم باي حاجه، ومش عارف يجيب اي صفقه لنادي الزمالك، عشان هو عنده اصلا 10 قضايا وقف قيد في الفيفا، ومش شايفين حد من محبين نادي الزمالك بيدعم، ومش شايفين حد من محبين نادي الزمالك واقف. كله كلام، كل الناس بتتكلم بس في الفيس وفي الصفحات والكلام ده كله. اللي عايز يدعم نادي الزمالك يروح يحل، اللي عايز يدعم لنادي الزمالك يشوف نادي الزمالك محتاج ايه ويتبرع. في محبين لنادي الزمالك كتير قوي 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 قوي، والوضع اللي فيه نادي الزمالك لو انت هتبص له نفس الوضع اللي عليه نادي الاسماعيلي دلوقتي. نادي الاسماعيلي ولا عارف يجيب لعيبه ولا عارف يجيب صفقات، والنادي بيخرب والنادي بيبوظ. والسنه اللي فاتت كان هينزل ورجعنا اتحاد الكره تاني قال لك لا مفيش نزول. فنادي الزمالك في احتياج كل فرد في الدوله. نادي الزمالك سيبك بقى من الاهلاوي ولا زملكاوي الكلام ده كله، لا انت بتوقف نادي على رجليه عشان الكره المصريه. انت بتوقف نادي على رجليه عشان ليه متابعين وليه محبين وليه في كل انحاء العالم. نادي الزمالك نادي كبير، اللي بيحصل فيه ده كتير.